فتح المكنه دي؟ اهي. ايوه انا اللي فتحتها. يعني ايه؟ تحت امر يا فؤاد؟ ايوه. يبقى من الليله دي هتجوزي. ما تقدرش. هقدر اتجوزي. ما تقدرش، ولو هتاخدني واني ميته. اقتلوها وهاتوها يلا. حاضر يا كبير. ولا نسيبها صحيه؟ لا نسيبها صاحيه. ولا نقتلي ايه؟ نقتلها. اقول لك هاتها نص سوي. ماشي. عايز حاجه تانية مع الاوردر يا كبير؟ هات لي بومفريت وكشطب من عينينا يا كبير. حاضر. وي ومنجد خان واحد عشان انت تخينت. تعال يا بك. بعد يوم. كنت فين يا ملوخيه لما كنا جعانين؟ كنت فين يا بطاطس لما كنا زعلانين؟ انتوا كنتوا فين امبارح لما كنا قاعدين؟ انتوا هتاكلوني ولا ايه؟ يلا. لا دي بنت الشيخ. يو أنا اتسممت. يابا يا يوم اتسممت. اهدي، ما تاكلوش من الخوخ ده بايظ. في ايه يا اولاد؟ مين بيقول انه اتسمم؟ اللي بيتسمم يا عم شيخ حافظ. تاني؟ ايه يا سالم؟ مين اللي سممك؟ انا مش سالم اهو. لا مؤاخذة يا ابني، مين اللي سممك يا سالم؟ أنا ما قدرتش أتكلم، أنا مسموم. طب قلنا مين اللي سمك؟ أنا أحب أكتب. اكتب. أنا هكتب برجل مسموم. اتفضل. اكتب على جلبيتك. لا جلبيتي جديدة، اكتب على جلبيتك أنت. يعني جلبية توكيل. للذكرى الخالدة إلى زوجتي الحبيبة الجزمة في ريال. أحب أقول لا ما تزعليش يا بيبي، أنا ببعت لك قبولات يا فريال، أنا عاوز أخدك في حضني، أنا عاوز. فهمتي يا بنت؟ فهمتي؟ لا فهمتي غلط، مخك جزمة. عاوزك تسألي على أمي يا فريال. أمي اشتكت لي في التليفون وأني مقتول، وأني بقول لك وبنصحك تاني وأني مسموم. أنا ما عنديش دخل أموت فيها تاني عشان أنصحك. يا بنت ركزي معايا، الوقت بيضيع. ايوه صح يا فريال، ايوه صح. برجاء عدم ترك باب الثلاجة مفتوح. لمبة الثلاجة بتفضل مولعة لحد الصبح، يا تسكر الباب يا تسرق النور يا فريال. فريال انا ما عايزش تشتيت واني ميت. أنا عايز أموت وأني مرتاح يا فريال، عايز أموت وأني مرتاح، واختبارا لإخلاصك يا فريال تصوري الموتين بتاعتي فيسبوك وتنزليهم وتشيريهم كمان، ولو عملت كده يبقى كتر 1000 شيرك. على فكرة أنت مقتول. ايوه صح. مين اللي قتلك بقى؟ الرجل نشف. مين اللي قتلك؟ اللي سممني. اللي سممك؟ اللي سممني. ايوه اللي سممك. هاتشي. ينصر دين اللي سممك يا اخي. ايه ده؟ اللي سممني كان يقول 2 وبعدين يقول اسمه، وبعدين يا بلد كلنا عارفين اسمه ومش هنسكت بعد كده، ولازم نقولها بصوت عالي. الخوخ اللي في المكنه بايظ. الخوخ اللي في المكنه بايظ. الخوخ اللي في المكنه بايظ. انت عتريس. خد يا فؤاد. يا فؤاد هقول لك يا فؤاد. بنتي يا فؤاد. الخوخ اللي في المكنه يا بنتي يا فؤاد. يا بنتي يا فؤاد. خبر ايه يا عتريس؟ مش سمعنا بنقول الخوخ اللي في المكنه بايظ وانت قاعد تجري ورا فؤاده؟ ايوه انا عايز ايه؟ احنا لازم نقتلك يا عتريس. تقتلني؟ ايوه. عايزين تقتلوني؟ ايوه نقتلك. ما انا من الجول عمال اقول لك. من الجول مش من صح. الاول. من الاول عمال اقول لك. اقول لك انا جاي اعلمك صعيد النهارده ولا ايه؟ من الاول بتقول ايه؟ اهل البلد مش هيسكتوا يا عتريس، مش عايز تسمعني، هنقتلك دلوقتي. ماشي، بس قبل ما تقتلوني كل واحد فيكم يقتل عتريس اللي جواه،
كل واحد جواه عتريس، اللي جواه عتريس الخوف، واللي جواه عتريس الظلم، واللي جواه عتريس الفساد، واللي جواه عتريس الرشوة. لو كل واحد قتل عتريس اللي جواه كان زماننا بقينا أحسن بلد في العالم. يا عيني يا عيني يا عيني عالولد، يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي. بقول ياللي غويت النسب يا تناسب راجل يا بلاش، ياللي غويت النسب يا تناسب راجل يا بلاش، يا نازل السوق يا تشتري المليح، المليح يا بلاش. خد الأصيلة ولو كان مهرها غالي، خد الأصيلة ولو كان مهرها غالي، ولا تاخدش الخسيسة لو كان مهرها ببلاش. احنا سمعنا مرة زمان على حدوتة اسمها سندريلا، احنا سمعنا مرة يا ناس على حدوتة اسمها سندريلا. النهاردة هنشوف يا ناس ده بطلنا سيد تريلا. سيد تريلا ابن عطوة تريلا كان أول واحد يجيب التريلا. سيد تريلا ابن عطوة تريلا أول واحد يجيب التريلا، وكان متجوز انشراح يا ابوي منافلة. ده كانوا عايشين عيشة هنية والناس كانوا بيحسدوهم. دول كانوا عايشين عيشة هنية والناس كانوا يحسدوهم. صحيوا من النوم مرة يا ابوي ما لقوش عطوة صاحب التريلا. عطوة يا ابوي وساب انشراح وساب التريلا. اهو مات عطوة يا ابوي ساب انشراح وساب التريلا. وقالها ذاك الدهل وده قالها ذاك الدهل، قال يا انشراح ما تحملش هم. وقالها ذاك الدهل قال يا انشراح ما تحملش هم. انا هكون معاكي بدل التريلا. لا 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 ولا
اقع في دهل. قالت يا زمان كفايه ذل، اطلع من تريلا اقع في دهل. سيد قال هتتجوزي له يا ماي، قالت له دل راجل وانا دل تريلا. واتجوزها ذاك الدهل، وكان يعامل سيد كويس. اتزوجها ذاك الدهل، وكان بيعامل سيد كويس، لحد ما ماتت امه، وسيد لا عنده خال ولا حتى عمه. اتجوزها ذاك الدهن، وكان بيعامل سيد حلو لحد امه ما ماتت، وسيد لا عنده خاله ولا حتى كمان عمه، وكان متجوزها ومخبي عليها انه متجوز ومعاه 3 عيال. كان مخبي عليها الدهل، كان مخبي عليها انه معاه 3 عيال. ولما ماتت انشراح منافله، جاب العيال وقعد في البيت، واستولى على البيت واستولى على سيد، وبرضه استولى على التيرين. خدت بالك مني ياض زمان؟ ده انا كنت بعمل كده، كنت خاربها. خلاص كده يا دادي البيت كله بقى بتاعنا تقريبا يا حبيبي. ما تقولش تقريبا يا بابا، ولكن قل إن شاء الله. نعم، الصدق والوضوح هم أهم شيء. يا أبيض يا أسود، يا أحمر يا أخضر، يا أصفر يا أزرق، يما. يا حبيبي هو انا باخد رايك في دهانات الشقه؟ ما تعفرتنيش. اسمعوا يا اولاد، انا معايا عقد البيت بس ناقص عليه توقيع الزفت سيد ده. خلاص احنا نطرده ونرميه لك لابس سكك تنهش في لحمه، واذا ما رضيش يطرد خلاص نزعق له جامد بقى او نجرحه في مشاعره. ما ينفعش اطرد سيد يا لولو يا حبيبي. ليه يا دادي؟ اخلاقي يا اولاد، اخلاقي ما تسمحليش ان اعمل كده مع سيد. بارك الله فيك يا دهل. معنى يا اولاد ان احنا نطرد سيد ده معناه ان احنا لازم نجيب شغاله مكانه، وشغاله هتقعد تقول لك مش عارف عايزه ايه، اجازه مصيف واجازه وضع. لكن سيد لو راح يومين جمصه مصيف مش هيطلب اجازه وضع. ليه بقى يا دادي مش هيطلب اجازه وضع؟ عشان هو راجل يا لولو يا حبيبي. ايه ده؟ يعني انا لما اتجوز مش هاخد اجازه وضع؟ يا خساره. بص انت يا لولو على حسب، انت يا لولو يا حبيبي على حسب. وبعدين اسمعوني يا ما تعفرتونيش. الشغاله دي هتقعد تقول لك عايزه ساعتين اوفر تايم وعايز ياخد بالدولار، لكن سيد ده يوم ما هيتكلم هياخد على قفاه. ايوه انا بقى عايز واحد ياخد على قفاه. ليه بقى؟ لان انا داخل بطوله الملاكمه اللي جايه، وعايز اقول لك ان الملاكم ما هو حاجتين، الشمال بتاعته واليمين بتاعته. الشمال بتاعته لو جلت اليمين ترجع على طول. هو ده عنتر. الله يسلمك يا حبيبي. كده يا قد ايه رايك يعني نخلي سيد ولا نجيب مكانه شغاله؟ نخليه، لان انا برجع من التمرين مهدود وببقى محتاج حد يجهز لي الاكل على طول بسرعه عشان نسخن بعضينا.
وانت ايه رايك يا لولو يا حبيبي؟ لا احنا لازم نخليه، انا ما بعرفش اعمل اي حاجه لوحدي يا دادي. انا بحتاجه يسشور لي شعري ويخش معايا يعمل في الحمام ويعمل معايا كل حاجه، انا ما بعرفش اعمل حاجه اصلا. ولا انا عايزك تبقى زي اخوك يا بطل يا. لا يا عم انت بص، انت عنيف قوي، انا ما بحبش العنف. انا هعلمك يا الملاكم حاجتين، الشمال واليمين. الشمال بتاعته لو جلت اليمين ترشق على طول. ولا ده عنتر. اسمع يا حبيبي اسمع، انت رايك ايه يا عبد التواب؟ نخلي الواد سيد ولا نجيب مكانه شغاله جامده؟ اعوذ بالله. اعوذ بالله، الواد ده طالع لمين؟ انا مش عارف، ده انا كنت خاربها وانا عيل صغير. ما هو واضح على ركبك اهو. يا عايز يخلص. يا أبتي يا أبتي، شغالة يعني امرأة أنثى تعيش مع 3 أولاد وشايب، قالوا الشغالة حرام. خلاص يبقى اتفقنا يا ولاد. تعال احنا نخلي الواد سيد يخدمنا ونقعد نجرب فيه لحد ما يسيب لنا البيت والتريلا بتاعت ابوه. موافقين؟ موافقين. نتفق على الكلام ده. قالوا علينا ديابة واحنا يا ناس غلابة، يا مغنواتي غني يا مغنواتي غني حكايتنا عالربابة. ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق. في ايه؟ ما اعرفش مين ده يابا. انا عارف يا ابني يا حبيبي. ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق. خلاص سيبها خلاص سيبها. ما بعرفش اسوق، خلاص ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق. ده سيد تريلا ابن انشراح منافله. انت طلعت العجله من المخزن ليه يا سيد؟ انا عايز اركب العجله من زمان وانت ما كنتش عايزني اركب العجله. هاي انا لولو. ايه ده احنا عندنا ستات هنا؟ ستات ايه؟ انا مش ستات، انت ايه؟ انا راجل. لا يا راجل. اه والله. انت راجل؟ ايوه. بس انا نظري ضعيف، طب قول حاجه كده. هاي انا لولو. لا بتكذب، بتكذب. لا والله ما لا بكذب، بتكذب. والله ابدا انا راجل. سيبك منه هنا وتعال كلمني. ايه ده اخويا، ما تخلينيش اجي اتدرب في وشك. يلا يا سيد نعم. خليك معانا يا سيد، كلمنا يا سيد. ايوه يا بيه، يا بيه، يا بيه، انت سايبني كده اهو يا بيه من غير ما اركب العجله، وانا كنت عايز اركب العجله. اسمع بقى، العيال دول من النهارده دول ولادي، بس انا كنت مخليهم مع فسيخه البواب يربيهم لحد امك ما ماتت، وفضلت مخبي عليها السر ده لحد ما ماتت. طب وهتقول لها امتى؟ امك ماتت يا سيد. ايوه هتقول لها امتى يعني ان دول مش ولادك؟ يا سيد ما تعفرجنيش. اسمع، العيال دول تعال يا ولاد. يعني دول ولاد فسيخ البواب؟ دول ولادي على الطلاق بالثلاثه ولادي. يعني ولاد فسيخ البواب دول ولادي والله. اسمع، هيعيشوا معانا هنا على طول. على طول فين؟ هيعيشوا معانا هنا في البيت بتاعي؟ البيت بتاعك ده كان زمان ايام ما ابوك كان عايش يا سيد، لكن دلوقتي البيت ده بتاعنا، مش عاجبك امشي. امشي اروح فين؟ ده بيتي، ده بيتي انا، وانا لازم اقعد هنا يا عمي. ده بيتي، ده بيتي، وانا بقول لك اهو انا لازم اقعد هنا في بيتي. هو ايه اللي جاب مفيد فوزي هنا؟ لا 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 لا، أنا لست بأبي ولست لي علاقة بهذا، أنا عبد التواب. عبد التواب ابن البواب؟ اثبت انه ابن البواب. وبعدين بقول لك ايه، انا معايا ورق البيت ومعايا ورق التريلا بتاعت ابوك كمان. خد يا سيد، خد يا سيد المقشه دي، روق لنا البيت كده يا سيد، واسخلى يا سيد، اسخلى عشان نلعب مع بعضينا. يعني ايه انا اللي هقعد اكنس وامسح في البيت؟ ليه؟ ده بيت انا، وانا هبقى شغاله في البيت؟ ايوه يا سيد، خد البس دي بتاعه المطبخ. هو انت مين؟ يوه انت مين بجد؟ انا لولو. ازيك يا لولو؟ اهلا وسهلا. وانت مرتبطه؟ اه مرتبطه. طب انت بتحزميني ولا ايه يا لولو؟ يا لولو وانا هرقص؟ يا سيد اسمع، ها، الاوضه اللي انت كنت بتقعد فيها زمان خلاص من النهارده هيقعد فيها ولادي. يعني ايه وانا هقعد فين طيب؟ يعني انا هقعد اكنس وامسح وكمان الاوضه بتاعتي هتاخدوها، انا هقعد فين؟ اقعد مطرح ما تقعد في المطبخ.
لا مش عايز اقعد في المطبخ. اقعد في اي حته انت عايزها. اقعد في الحمام اقعد في الحمام يا اخوي. ولا اقعد في الاوضه بتاعتي؟ الاوضه خدها عيالي خلاص. عيالك دول؟ ايوه دول هم اولاد فسيخ البواب؟ ولاد الزفت البواب. عاجبك كده؟ اسمع يا سيد، انت من النهارده يا تقبل تعيش معانا على وضعنا ده يا اما تمشي. قلت ايه؟ لا هقول ايه؟ اقول ايه؟ يا رب يا رب، بيتي خدوه، بيتي خدوه، هيجيبوا ولاد البواب ويقعدوا. مفيش احسن من ذكر الله يا زيكس. هناك مثل عربي يقول سيد القوم خادمهم. انت مين؟ انا سيد. واحنا القوم. اخدمنا اخدمنا يا سيد. هو المثل ده معمول عشانكم؟ اي نعم. عشان ولاد البواب؟ ماشي. حضر لنا بقى لقمه هنيه، ها؟ عشان ايه؟ ادعي لك دعوتين ربنا يكرمك. انجز. حاضر. بقول لك ايه؟ نعم. لما تعمل الاكل ما تحطش كاتشب حار عشان بيلسعني في لساني من قدام. هو انت مين؟ يوه بقى. انت مين أنا بجد؟ لولو. انا لولو. لولو؟ مرتبطه. انت مش سالتني هنا من شويه قلت لك اما كنت سامع الاجابه. مرتبطه. انا هدخل اخد شاور واجي على طول. هتاخدي ايه؟ شاور. طب خلي بالك. ماشي. يلا يا سيد اقلع. نعم. اقلع. ليه كده؟ ما انا كمان هقلع. وبعدين؟ وهنسخن بعضينا. يلا يا سيد ما تعطلنيش يا سيد، عايزك تسخني. في ايه يا سيد؟ ما تقلع يا سيد، خلينا نقلع. اقلع انا يعني انا وافقت ان انا ابقى شغال عندكم في اقلع ايه؟ انا مش هقلع. لا حول. اين الطعام اللذيذ الديليشيز؟ يا عم تواب يا ابن البواب. نعم. الحق اخوك بيقول لي اقلع. ما انا نفسي جاي اقلع واتفرج معاك. ايه الاخلاق بتاعت العيله بتاعتكم دي؟ الرجل عنده ماتش في الملاكمه ويريدك ان تلعب قصاده. ملاكمه. انا خيالي راح في المصارعه. لا انا داخل بقى بطولة البلد وعايز ابقى ولد، فعايزك عايز ايه؟ عايز ابقى ولد. وانت ايه بنت ولا ايه؟ بنت ايه؟ انا عايز ابقى ولد يعني ابقى بطل، فعايزك تسخنا يا سيد. يعني انا هعمل ايه دلوقتي؟ يعني انا هكنس ولا احضر له الاكل ولا اسخنك؟ انتوا عايزين مني ايه؟ ماليش دعوه، انا عايزك تسخني. حاضر حاضر حضرتك. اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ تسخن معايا. حاضر. نلعب ماتش دلوقتي وتسخن معايا ان شاء الله فيه. يا عمي يا عمي يا ناس. في ايه؟ سكوا عليك كده ليه وبتزعقوا على الفاضي؟ في ايه؟ مش عارف اخد شاور. ايه ده؟ انت مين؟ مين؟ انا لولو. عايز ايه يا لولو؟ انتوا بتزعقوا مش عارف اخد شاور براحتي. بص ده احسن واحد يسخنك، خلي بالك. يلا. بقول لك يا سيد انا مش طالبه معاه كده. انت اللي هتلعب معاه الماتش وانت اللي هتسخن معاه. يابا خش يابا يابا حضر لي الماتش يابا. يا تروما. تعال رجاله تعالوا عايزك تسخن. عايز البطوله. يلا عايز البطوله السنه دي. هنفخ لك ميه في بقك في وشك. لا مش عايز. يلا يا حبيبي اوعى. يلا يا حبيبي. يلا رمي الملعب. نبتدي. يلا الدوله الاولى. يا رب. ويبدا الماتش اعزائي المشاهدين بين التريلا والدهول. مش عارف ازاي التريلا بتلعب دهول بس الماتش هيبقى دهول. بقول لك ايه انا مش فاضي. يا ولد يا دهول. اديله يا دهول اديله ما ترحموش. اديله. ايه ده؟ ايوه هوبا. في ايه؟ بعدين بقى في الماتش الغريب ده. ازنقوا ياض. حلق عليه ياض حاج. الحبل وقع. وبعدين بقى في يوم الازرق ده بقى. انتهت المباراة بفوز عنتر الدهول. الحمد لله. وجبله هدوا شارع
سدوا عنتر جالكوا يلا استعدوا جبل هدوا شارع سدوا عنتر جالكوا يلا استعدوا. يا رب يا رب، يعني ابويا يموت، امي تموت، وانا في الاخر اتعذب مع اولاد البواب. ماشي. سيد. نعم. انت يا سيد. نعم. قوم افتح الباب، سوسو صاحبتي جت. صاحبتك؟ اه. وانت مين؟ انا لولو. وصاحبتك؟ ايوه. غريبة جدا. حاضر هفتح. حاضر. ايوه، ايه الخبط المبالغ فيه ده؟ سوسو حياتي ما تخافيش، ده الواد سيد الشغال. غريبة بس ده مش شبهه خالص. لا اتفرجي عليا بقى لما بسرح شعري ببقى مصيبة. ياي ده شكله وحش قوي يا لولو. لا هو ما تخافيش يا حياتي ما تخافيش. بقول لك ايه، تعالى سشوار لي شعري يلا عشان احنا هنرقص. بس اشوار لك شعرك؟ اه بسرعه، بلاش رغي البنات ده. انا اللي رغي البنات؟ ايوه. انت مين؟ انا لولو. احط الفيشه فين؟ يا لولو لولو اسمح، عندك عندك كوبس؟ سشور وانت شاكب. وانا شاكت ازاي؟ سشور لخبطتنا في حياتنا. عندك كوبس؟ ما عنديش كوبس. طب اسشور كده من غير كوبس؟ اه سشور اكنك بتسشور. اقول يلا. فووو. بقول لك ايه، خلاص ما فووو. بلا فو بلا بتاع، سقف سقف. حاضر. اخي واقف تسقف لهم يا سيد؟ واقف تسقف؟ ما هي ست لولو اللي قالت لي. ست لولو ايه؟ اتكل على الله، روح اعمل الغدا انت، روح. حاضر. وانا اسقف للقمر دي. انا دلوقتي يابا انا عايز 20 لتر لبن وعايز 128 بيضه. عايز ايه؟ عايز 128 بيضه. اجيب لك 128 حمرا؟ وايه ده؟ وايه هو ده؟ انا عايز بيض بروتين. تاني بنزين. صح صح. طب حاضر انا اجهزهم لك هنا. جهز لي يلا بينا. اعوذ بالله، اعوذ بالله، ما الذي يحدث في هذا البيت؟ يا مغيث يا مغيث، ابي الرجل الطيب الطاهر يترقص كأك وأرتيجة. ومن هذه الراقصة؟ والله كوكو عايزة لك وش دوكو. لا 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 لا، كل هذا العبث يحدث لأنني نزلت لكي أشرب حجرين معسل على القهوة. طب والله ما أنا ساكت، والله ما أنا ساكت. ايوه ما تسكتش، ما تسكتش عليهم، ما تسكتش. هتعمل ايه؟ فعلا سأشرب الشيشة هنا. يلا رسلي حجر يا سيد. حاضر. هيا. حاضر هرص لك حجر. حاضر. يلا يا سيد عايز اتغدى يا سيد. جهز حاضر الغدا. اعمل لك الاكل. حاضر. سيد هاي. تعال اعمل لي مساج يا سيد. حاضر هاجي اعمل لك مساج. سيد ها. تعالى سقف يا سيد. حاضر. سيد رسلي حجر يا سيد. حاضر. سيد تعال اعمل لي الغدا يا سيد. حاضر. سيد مساج بسرعة والنبي يا سيد. حاضر. سيد ها. تعالى سقف يا سيد. حاضر. الحجر يا زيكس. اعمل لي الغدا يا سيد. حاضر. مساج بسرعة يا سيد. سقف بسرعه. بسرعة الحجر يا سيد. زيكس. مساج بسرعة يا يا سيد سيد. انجز يا سيد. مساج يا ضرب الحجر يا يا سيد. سيد. يا أسرع. سيد يا سيد. مساج الاكل هيبرد يا سيد. مساج بسرعة يا سيد. الحجر يا سيد. افتح الباب يا سيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه ده؟ استغفر الله العظيم. ايه سبحان الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن موجودون الآن داخل إحدى المنازل الفقيرة، كما تشاهدون الآن خلفي جميع رموز طوائف الشعب. ها هو رمز التدين، وها هو رمز التعصب، وها هو رمز اللامؤاخذة. ايه ده؟ مش ده الواد السوداني اللي لعبنا في النهائي؟ ولا الملاكم حاجتين، الشمال واليمين. الشمال بتاعته لو قلت اليمين تلزق على طول في وشه. اركب الهوا. في ايه يا اخوانا؟ انا مش الملاكم. امال انت مين؟ انا معكم مراسل القصر الملكي عثمان ابو العافيه. من القصر الملكي؟ نعم. عملت ايه يا سيد تاني؟ في الملكي؟ اه جبت رز بلبن بس. هو بيقول القصر الملكي، عملت ايه؟ اعترف. هذا ولد إرهابي شنقيط. أنا نعم شنقيط؟ نعم شنقيط، وأنا شاهد طيلة الليل يخطط لعملية إرهابية كبيرة، وأنا أقول له: لماذا يا زيكس؟ نحن نحب الملك يا زيكس. يشاور بإشارة غريبة ويحرك صوابعه الأربعة. والله إيدي ما مطوعاني أعملها. أنا؟ يا جماعة يا جماعة. لا الجماعة فطورة خلاص. عذرا، انا لم اقصد الجماعه دول، انا قصدي الجماعه دكهم، وعشان كده جيت لكم النهارده سايب لكم دعوه. دعوة ايه يا حبيبي؟ دعوه ان شاء الله مستجابه. الملك دعوكم للقصر عشان يجوز بنته. خدتوا بالكم يا ولاد قد ايه ابوكم مهم؟ روح بلغ الملك وقول له زكي الدهولي وعياله هيجوا يحضروا الفرح النهارده. هنيجي كلنا. قول له. عذرا لم اسمعك بوضوح يا سيدي. بقول لك قول له زكي الدهولي وعياله هيجي يحضروا الفرح النهارده. ايوه كلنا جايين يعني. نعم نعم نعم، ولكنه ليس فرح. امال ايه؟ طهور؟ يا لقد قرر الملك ان هو يطبق مبدأ اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك، وعشان كده دعوكم كلكم النهارده منتظرينكم في القصر. كان معكم حامد ابو العافيه اللي استحمل الناس دي بالعافيه. ايه ده؟ مستحمل مين بالعافيه؟ هذا كاميروني. اركب الهوا اركب الهوا. اديله يا حبيبي اديله. حلو، يلا بقى يلا عشان نروح القصر. انا مش مصدق اللي بيحصل ده، حلم ولا خيال؟ ما هي حلم او خيال، هي. ولكن هذه قلة حياة، حفلة ومسخرة. بدل ما يشوفوا الناس الغلابة اللي مش لاقيين ياكلوا ويعملوا حفلة، الحفلة حرام. يا عم اقعد بقى يا عم. هو يعني ينفع الاميره دي اصلا تحب واحد فينا؟ ده مستحيل. ليه يا حبيبي؟ ليه؟ ده تحبكوا، ده انتوا عيال جمال. الله يخليك، الله يخليك يا عم، الله يخليك. هو مش واثق من نفسه، انا مش عارف ليه. بتكلم على اولاد، انا ما بتكلمش عليك، مالكش دعوه. يا عم انا برضه زي اولادك، ما انت جوز امي اللي هي مش امي، اللي هي مرات ابويا، الله يرحمهم كلهم بقى. طيب يا حبيبي، طيب يا حبيبي، هتروحوا تعملوا ايه انتوا بقى؟ انا هروح ارقص لها، ولو ما اتجوزتنيش ممكن تبقى الجيرل فريند. ايه؟ الجيرل فريند بتاعتي. ايوه دي كده سهله. ايوه. وانا ادعيها على ماتش الملاكمه بتاعتي ان شاء الله، لما تلاقيني بقطع الواد النجير اللي جاي هتحبني. ايوه، وانا هوريها مناخيري ان شاء الله هتحبني يعني. بس تلقى البتاع ده كله موزس طبعا. موسس بجد والله. اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. ياض انت جارفني في عيشتي ياض ده انا كنت خاربها والله حرمجي. يعني هنروح كلنا الحفله؟ ايوه لا، هيقعد على التوابه هنا وانت وهو، وانا اروح انا وعيال الجمال دول. لا انا مش هقعد، انا هاجي معاكم. هتيجي تعمل ايه؟ ما انت جارفنا كل شويه تقول الموزس حرام، مش عارف ايه حرام. اجي علشان اتفرج، اقصد ادق لهم ناقوس الخطر حتى يعودوا عن طريق الفساد. نعم، ويمكن الاميره تعجب بي او تتزوجني. خلاص ماشي سيد، تعال. ايوه انا عارف هلمع الشبشب واجي معاكم. تيجي معانا فين يا سيد؟ هاجي معاكم الحفله. حفله ايه؟ الاميره عايزه عريس مش عايزه عفريت. انا عفريت؟ انا عفريت؟ وعشان مناخيري كبيره شويه، وعشان شعري خشن شويه، وعشان نظري ما بشوفش خالص، ابقى انا عفريت؟ انا عفريت؟ لا حول ولا قوه. هيبكينا يا سيد، هيبكينا واحنا رايحين مهمه مستحيل. اسمعوا يا ولاد، احنا نمشي وسيد يقعد هنا بقى يخدمنا ويغسل ويطبخ ويمسح ويخلي البيت فرنطوشه على ما نرجع. ماشي. بالمره واحنا معديين لازم نعدي على التوحيد والنور نحنتف نفسينا. ونعدي على نادي الترسانه، لان انا محتاج اوريك حركه جديده يا عم. ايه الحركه دي يا حبيبي؟ لا في ايه؟ ايه في كلاب في اجري اجري يلا.
عايز اروح الحفله، اشمعنى كلهم يروحوا وانا ما اروحش؟ عايز اروح الحفله. سيد تريلا، سيد تريلا، يا سيد. مين؟ سيد تريلا. ازيك يا سيد يا سيد، سيد يا سيد. ايه ده؟ انت مين؟ معرور؟ انا بعرور قوي يا سيد، وخلي بالك انا بعرور الساحر طيب يا طيب، طيب يا طيب. يعني انت الساحر الايه؟ الطيب. امال الساحر الاهبل يبقى شكله ايه على كده؟ ده الساحر الطيب ازاي يعني؟ من اولها يا سيد. ايوه. بص يا سيد، انا جاي عشان احقق لك الامنيه بتاعتك. بجد؟ انا نفسي اروح الحفله، ونفسي الاميره تعجب بيا، ومثلا ممكن تتجوزنا، او ما هو انا جاي عشان كده مثلا، او اي حاجه. ما هو انا جاي عشان كده يا سيد، جاي عشان اوديك الحفله اللي انت عايزها. بجد؟ بجد. ده انت ساحر طيب جدا فعلا. بس خلي بالك يا سيد، انا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا. انت لازم يا سيد تمشي من الحفله دي قبل الساعه 12 وتلت. هي مش 12؟ انتوا زودتوا تلت ساعه ولا ايه؟ يا سيد انا مديك يعني اهو تلت ساعه زياده يا سيد. تلت ساعه؟ ماشي يا عم، متشكرين على الواجب ده. بس يا سيد انت هتحتاج شويه كده تغييرات عشان خاطر بس تروح الحفله. ماشي، حاجات بسيطه يعني. كلها حاجات بسيطه. ماشي. دخلوا الكرسي. انت جايب كرسي؟ تعال يا سيد اقعد. حاضر. بص يا سيد، انا عايز اقول لك على حاجه الاول. بص يا سيد. ايوه. يعني اقول لك على حاجه بسيطه. ما تقول. اهو يا سيد. بص يا سيد. ايوه. انا عايز اقول لك على حاجه قبل ما اظبط لك كده. محتاج كده كرسي كويس ولا اعليه لك شويه؟ هو انت ساحر ولا حلاق يا عم؟ لا انا اتنين في واحد، ساحر وحلاق. حضرتك هتكرهني في كل السحرة ليه كده؟ بص، طب انا في شويه تغييرات هعملها لك. هنقصر الشعر شويه. ايوه. والسوالف تتظبط. ايوه. ونعمل لك كمان حمام كريم. كريم؟ ايه رايك؟ والله كويس ان انا جيت لك المحل. انا بقى اعمل لك حته دين. قصه. ايوه. بس انت عندك جل شعر كويس؟ لا انا صراحه ما عنديش جل. ايه خلاص؟ ايه رايك كده يا سيد؟ ايه يا سيد؟ ايه ده؟ انت بوظت شكلي يا عم. ده انت كده شكلك حلو قوي يا سيد. كده حلو قوي؟ قوي. ده فين مناخيري؟ كل ده اتشال. اتشال؟ يعني كده كويس؟ كده تمام زي الفل. بس انا عايز اقول لك على حاجه. ممكن اخد الكرسي بس عشان عليه اقساط؟ هو حضرتك مين؟ انا الساحر الطيب. ماشي. بس خلي بالك يا سيد. أيوه. الساعه 12 وتلت يا سيد. ايوه. تيجي واما هتتحول لسيد تريلا تاني. حاضر. ماشي حاضر. يا سيد. الساعه 12 وتلت بالظبط. يا دي اللبخه. 12 وتلت. حاضر. سلام يا سيد. يا عم الساحر مناخيري وقعت. خلي بالك عشان عندنا عرض بكره والنبي. ياه، اخيرا هروح الحفله بتاعت الاميره. يا عيني ليلي يا ليلي يا ليل. بقول يا غاوي الفن اسمع فن عالرايق،
يا غاوي الفن اسمع فن عالرايق، يا حلاوة الليل الليل لما يطول على الرايق. وعاوز الموجودين معانا النهارده والمشاهدين يكون مزاجهم كمان رايق، يكون مزاجهم كمان رايق. وسيد بعد ما شاف الذل من جوز امه جاله الساحر وخلاه شاب جميل وبقى مزاجه رايق. وكان الملك عامل حفلة في القصر وجايب طبول وضفوف. الملك عامل حفلة في القصر وجايب طبول وضفوف، وعاد القبايب الأميرة تبصي بعينها وتشوف، عشان الأميرة تنقي بعينيها بقى وتشوف، ويبقى سعيد الحظ اللي تشاور عليه الأميرة كمان ويفوز. شكرا سيداتي ساداتي، قدمنا إليكم مليونية رقصني يا جدع بقيادة فرقة الأمير رضا الشعبية. شكرا لكم، كان معكم عثمان أبو العافية، فتكوا بالعافية يا حراس. دبي 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 يا دبي 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 يا دبي 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 يا عمري مولاي انتوا متنكرين عاملين ديك رومي؟ ايه اللي يعني ايه يعني؟ ما انت متنكر عامل سوداني، انت عملتها قبل كده. لا اللي فات ده كان سوداني، دوك هنوبي. هي تختلف؟ ما تختلفش، بس ما فيش ديك الوقت بنعمل اي حاجه. فوت احنا ندخل في الموضوع بقى. ندخل في المهم. فتشتوا البوابات؟ يا فندم، بس في مشكله. خير؟ ألطرس المملكه واقف على البوابه ومعاهم شماريخ وحالفين يخشوا القصر يدغدغوه على اللي جابونا ويقتلوا الملك. يقتلوا الملك؟ ما يعرفوش ان ده ملك يعني ما ينفعش يموت، ده يا دوبك يتكش. يخرب بيت عسلي. انت عسل والله سكر الحمد لله. ندخل في المهم بقى يا مولاي. المهم الناس بتوع البوفيه وصلوا؟ الناس بتوع البوفيه وصلوا بس هيتاخروا شويه. طب والناس بتوع السكيورتي وصلوا؟ لا بتوع السكيورتي بقى جم بس هيتاخروا شويه. انت تبرشم بقى وتيجي تصدقني انا. اسكت، مش البرشام جه بس هيتاخر شويه. خلونا في المهم يا اولاد. انت ايه مش هتتكلم خالص؟ يا عم انا هتكلم بس متاخر شويه. اهي الروشنه اللي بتعملوها دي هتطردنا من الجسر ومش هنلاقي ناكل. لا ابوس ايدك، بلاش ناكل. ايه ده؟ انا ما تشيلوش هموم اكتر من كده، ده انا ابن خالتي مات من كتر الهموم. ولما هو مش قد الهموم بيستهمى ليه؟ يخرب بيت عسلي. يا عم انت هو الملك جايب لنا واحد يقلش علينا. لا بس والله بيضحكني من قلبي والله. لا. يلا يا دي انت اطلع بره عشان ندخل جلاله الملك. انت بتكلمنا كده ليه؟ انت عبيط؟ انت ما اتجننت في دماغك؟ اركب الهوا يلا يا دي. سلام عليكم. فليتفضل جلالة الملك. دين دي 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 دين دي دي. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ كله تمام، كله تمام يا مولاي. تمام. انا عايز اسالك بس انا شكلي كده يعني ينفع ملك؟
يا مولاي انت الملك، ده انت الكينج. يعني انا شكلي كده مظبوط؟ شكلك تمام، بقول لك انت الكينج يا مولاي. تمام. الكينج ده اللي هو محمد منير صح؟ منير ايه يا مولاي؟ محمد منير بتاع سو يا سو حبيبي حبسو. يا مولاي احنا ايام زمان، منير لسه ما ظهرش. طب بقول لك ايه؟ خلينا بقى في موضوعنا. انا عايزك تركز وتفحص كويس اي حد داخل الحفله. تمام؟ ليه؟ انا عايز اختار لبنتي الزوج المناسب اللي ينفع يكون زوج لبنتي. انت عارف يعني ايه زوج بنتي؟ يعني جوزها؟ يا راجل ونعم التفسير والتأويل. ايه كمان ده؟ يا مولاي انت حمى الشعب كله. وبعدين ما تقلقش، انا هفحص ومحس كل واحد يخش الحفله. تمام. طب يلا بقى انصرف وانا هروح اجهز كل حاجه. ماشي. ما اهدى انصرف عشان انا متوتر. اهدى يا مولاي، انت عليك حكم ولا ايه؟ لا يا اخويا، مش عليا حكم، عليا طار. خلاص انصرف يا مولاي. انصرف يلا. ده حاجه والله العظيم. حول الله. ايه يا ابني ده؟ بقول لك انصرف. انت مش عارف الاتجاهات ولا يا مولاي انت شارب حاجه، انت اللي تنصرف من هناك، انا انصرف من هنا. انت اخر كلام؟ يلا. اوكي باي باي. يلا باي باي. ربنا يشفيك يا مولاي يا رب. عنتر ولولو وأبي لماذا تأخروا إلى هذا الحد؟ يا رب يا مغيث، يا ويلي يا رب، يا رب عطل لهم الطريق وقفلها في وشهم حتى لا يدركوا أن يصلوا إلى الحفلة، حتى أفوز بقلب الأمير أنا وحدي أنا، وأخوذ أنا كرسي المملكة منها أنا، ويكون الملك حمايا أنا، وبعد أن يموت أو نخلعه أكون أنا الملك من بعده أنا. يا رب يا قادر على كل شيء. نعم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ارفع ايدك لفوق. يما سلم نفسك يا سفاح يا حرامي وقعت. ارجوك لا تقتلني. لا هقتلك، سلم نفسك. يا ويلي يا غمرة يا رمسيس، انت نازل فين؟ انا نازل؟ انا مش نازل يا اخويا، انا هقتلك هنا. بو 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 بو. المرقعة دي انا فاكرها كويس. انت مين؟ أنا لولو أخوك. لولو؟ أيوة. لولو، ولماذا تتنكر هكذا؟ لولو، منذ متى ونبت لك هذا الشنب؟ ما أنا بقى قعدت أفكر، تتنكر في إيه يا لولو؟ تتنكر في إيه يا أبو اللواليو؟ قلت أعمل حاجة جديدة عليا خالص، أعمل راجل. ومش أي راجل، ده أخطر رجل في العالم. بو بو بو. ابعد واغرب عن وجهي، والا عملت معك الجلاشه. سوبرمان. يا البدله دي مضروبه ولا ايه؟ ايه ده؟ عنتر. اوه ماي جاد. عنتر؟ اعوذ بالله، تلبس البوكسر فوق البنطلون؟ يا عم هو سوبرمان كده بيلبس بوكسر من فوق وبوكسر من تحت. هي دي عاداتهم، هو بس بيطير كتير في الجو فممكن يتزنق في اي لحظه. هيعمل ايه؟ اغرب اذا انت الاخر عن وجهي، والا عملت معك الجلاشه. يا عم اقعد بقى، بلا جلاشه بلا نيله. اوه، مين الموزه دي؟ قشطه ورب الكعبه. ايه ده؟ مين اللي لفه نفسها في ملاها لف دي؟ تعالوا نشوف. تعالوا. هاي انا لولو. انا عبد التواب. وانا عنتر. ازيكم يا حبايب قلبي؟ ايه القرف ده؟ ايه ده؟ انا عرفت انا طلعت كده لمين؟ يا مجوسه يا جثه يا جثه يا مجوسه. لا بس بقول لك ايه، انا قلت حفله تنكريه، قلت اجي اخربها، جبت احلى طقم في التوحيد والنور. ايه يابا ده؟ يابا لافف نفسك في ملاها لف يابا. حلوه صح، مش كده؟ كان في مايوب كيني هناك كنت هموت عليه. يابا بلاش مسخره يابا، الناس كده هتتريق علينا هنا. اسمع ياض اسمع، ما تعفلجونيش. المهم دلوقتي سيبوكم مني، انا جاي اروش. المهم انتوا لازما الاميره تحبكم وواحد منكم يبقى عريسها. قول يا رب، يمكن تحبني انا عشان انا بطير. لا هتحبني انا بقى عشان انا الصوت الحلو والرقه والجمال. اخر كلام، اطمن هنسك. اهدأ يا حماقي، اهدأ. انها ستتزوجني انا، رجل يحكمها ويستتها في البيت.
تتزوجني انت؟ لا تتجوزني انا بقى. وهتتجوزني انا بقى. لا انا اسمع يا دي انت وهو ما تعفلجونيش عليها الطلقه اقتلكوا انتوا الثلاثه. اسمع يا المهم الاميره تحب واحد فيكم انتوا الثلاثه، مش مهم مين، المهم واحد فيكم يتجوزها ونخرج من بيت سيد تريلا المنتن ده ونعيش بقى في القصر الملكي الجميل ده. سيداتي سادتي السلام عليكم ورحمة روحوا هناك. جاءت الآن لحظة دخول الأميرة المنتظرة الأميرة نور الأمورة. كان معكم عثمان أبو العافية من منتصف المسرح. اتركوا لي هذه الطلعة. خش يا حبيبي ربنا يوفقك. تبارك الله فيما خلق. هذا الشب اللبن الذي يغلي في حلة. ميرسي. انت مش عارفه انا بحبك قد ايه، انا متابع كل اخبارك. سو كيوت. ده انت تفتحي نفس الواحد والله، تفتحي نفس الواحد على الحياه يا علبه زبدو. ربنا يخليك. ايه رأيك فيا؟ بصوا هو انتوا كلكم زي الفل، بس انا عايزه اقول لكم حاجه، انا مش الاميره، انا وصفت الاميره. ايه ده يعني خدامه؟ انجري يا بنت من هنا. انجر؟ ايوه. بكره تندم يا جميل. اذهبي يا قعر الحلة يا حك الهباب. مش كنت من شويه قشطه ولبن؟ ده انت تسدي نفس الواحد على الحياه. يلا من هنا يا علبه بلاك منيل، امشي يلا. والنعمه لوريه. ايه؟ والنعمه لوريه. هستناك على باب القصر. انت مش سياده ولا ايه؟ اقدم لكم الاميره نوره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي جاءت اللحظة المنتظرة، اللحظة الحاسمة، لحظة دخول الأميرة نور الأمورة. كان معكم عثمان أبو العافية من شمال المسرح. فلتتفضل الأميرة. انت مين؟ انا التنين. تنين ايه؟ ايه الكذب ده؟ في تنين بياكل بصل؟ قرف ده. بهزر معاكم، انا الاميره نوره. انت مين؟ انا لولو. وبيدلعوك يقولوا لك يا ايه؟ لولوا. طب هات حبه هنا. لولوا 2 في 1. لولوا. شامبو بلسم في 1. لولوا. لولوا 2 في 1. لولوا. شامبو بلسم في 1. لولوا. فيه منه 3 في 1 والكيس بربع جنيه. الحق ياد اخوك عامل لي فيها محمود الليثي. انت بقى اسمك ايه؟ انا عبد التواب. ايه ده ليه؟ انت اذنبت قبل كده؟ شعري مظبوط؟ لا شعرك جميل بس السوالف طويلة حبة. كنت محضر لك هدية معي يا سيدة الأميرات. اتفضل. هذه العلبة دي فيها ايه؟ فيها فيل. فيل ازاي جوه العلبة والفيل راكن بره اهو؟ نكذب؟ فيها خاتم ومش عارف ممكن تلبسه فين، مش فاهم انا. انت بقى اسمك ايه؟ انا عنتر. بجد؟ والله. طب هات لي فرختين وكيلو كباب. معلش الاميره مرحه. لا ده انا اعلمك بقى ملاكمه بقى بخفه دمك دي. بجد؟ الملاكم حاجتين، الشمال واليمين بتاعته. الشمال بتاعته لو جلت اليمين ايه ده؟ ايه ده؟ ده مرحلة الوحش. البس يا حبيبي. يا لهوي. لا لا يا اخويا، انا بقى عارف اتصرف مع النوع ده ازاي. ارجعي. السوم هو الحل. ايه ده؟ بتطلع نار يا اخويا. لا كل واحد جواه قوة روحية. لما يكون عنده إرادة بتطلع. على الطلاق انا ما خلفت رجاله. الجو حر قوي. لا حر مش ممكن وانا موجود. سيدتي الأميرة. نعم. قلتي ايه فيا؟ مش معقول.
انت فظيع بس ما عجبتنيش. انت بقى تعملي ايه؟ ايه رأيك إيه ده؟ فيا؟ ايه ده؟ انا عمري ما شفت الوزن ده في حياتي. ده وزن ايه ده؟ ده وزن الدبانه. طب امشوا بقى عشان انتوا ولا واحد فيكم عجبني. يلا بقى امشوا من هنا. ازاي ده احنا بنحبك نحن والله. نحبه. ده أنت لا ازاي؟ حبيبي ايه ده؟ انت اسمك ايه؟ اسمي سيد. سيد؟ سيد. اسمي سيد تريلا. انا الاميرة نورة. انت اميرة كعبورة. نورة ايه؟ طب قول لي يا سيد، انت ايه هواياتك؟ انا هواياتي كتير. انت ايه هواياتك؟ بحب السباحة قوي. اكيد طبعا. اكيد انت اللي بتبقى جوه البحر والاهالي يقولوا لعيالهم ما تروحوش عند البراميل. صح صح. والعيال الصغيره يوصلوا لغايه جوه وبعدين يقفوا وينطوا من عليكي. ايوه. وما يبقى البحر عالي اوعى تروح عند الاميره. طب انت عارف انا بحب ايه كمان؟ ايه؟ ركوب الخيل. ايه ده بجد؟ انا اركب الفرس من هنا اخليه فريس على طول. حضرتك غريبه جدا. انت الاميره؟ إيه ده؟ بقول لك ايه، الحفله دي كلها معموله عشان انا اختار عريس واخترتك انت. اخترتيني انا؟ لا اخترت غلط معلش. ابوكي صارف لان مش لاقي يجوزك. مين يتجوز الاحجام دي يعني؟ على فكره انت لو اتجوزتني اوضه النوم بتاعتي لوحدها فيها سرير طوله 610 في 430. يعني انا ماليش مكان في السرير؟ ماشي. لا انا مش هتجوزك. هتجوز ايه؟ ايه لا اميرة ايه؟ اميرة ايه؟ لا. ايه ده؟ انت مين؟ انا وصفت الاميره. انت حلوه قوي. ميرسي. وانت كمان حلو. الله يخليك. هو انت ما حبيتش الاميره ازاي؟ ايوه ما هحبها ازاي؟ يعني احب فيها ايه؟ ده بص حضرتك تنين بقرنوط. بس كل اللي واقفين حبوها. لا هم حبوها عشان اي حاجه تانية، لكن انا هتجوزها عشان فلوسها. مش عايز فلوس. بس هي هتخليك تعيش عيشه مرتاحه. طب ما انا عايش عيشه مرتاحه طول ما انا دماغي مرتاحه. عايش عيشه مرتاحه وزي الفل. ياه. هو انت اسمك ايه؟ انا اسمي سيد تريلا. ايه؟ سيد تريلا؟ ودول اللي هم اخواتي بس من جوز امي، لان هو كان متجوز مرات ابويا اللي كان متجوزها ابويا يعني الله يرحمه. بجد؟ طب ما تحكي لي عنهم شويه. لا ما هم اصلهم ما بيحبونيش، بس انا بحبهم عشان صله الرحم يعني. يا سيد ده انت طيب قوي. وبقعد اخدمهم. يعني عارفه اللي هو سوبرمان ده بيقعد يلعب ملاكمه في وشي، والتاني ده هو بيصلي وانا بدعي له، والتالت ده ايه ده بقى راجل هو ما شاء الله. كنت بساعده عشان يبقى كده يعني. انا حبيتك يا سيد. وانا حبيتك. وعايزه اقول لك على حاجه. ايه؟ دي مش الاميره، دي وصفه الاميره، وانا الاميره نوره. انت الاميره؟ انا عايز الوصيفه. فين انت الاميره بجد؟ انا الاميره بجد. امال انتوا كنتوا متنكرين يعني كاميرا خفيه؟ يبقى دي ابراهيم نصر؟ احنا بس كنا عاملين كده عشان نعرف مين هيحبني عشان شخصيتي، مين هيحبني عشان انا بنت الملك. انا حبيتك كوصيفه. طلعت اميره طلعت وصيفه ما تفرقش معايا. وانا اخترتك يا بابا. لا استني قبل ما تنادي بابا. انا عايز اقول لك على الحقيقه. في ساحر حول شكلي. انا كان شكلي غير كده. مناخيري كانت اكبر شويه، شعري كان لبسي كان. انا فقير اساسا وما عنديش اي فلوس. ينفع تتجوزيني؟ طبعا ينفع. وانت اميره؟ وانا اميره. نادى ابوكي. يا بابا يا بابا. نعم. ايه ده ابوكي؟ لحظة دخول الملك كان معكم مراسلكم العسل عثمان ابو لبن، فلتتفضل ايها الملك. يا عسل. ايه يا بنتي؟ بابا انا اخترت سيد. اخترت سيد يعني موافقه عليه خلاص؟ طبعا. طيب اوكي. اقيموا الافراح والليالي الملاح. النهارده فرح الاميره نوره على سيد تريلا، ودقوا المعارج. يلا يا اهلي يلا. انا فعلا كان قلبي دليلي. فعلا. قلبي دليلي قلبي
اللي انتوا بتعملوه ده؟ انا جيت اهو قدمت في مدرسه الارهاب. عارفين انا جيت قدمت هنا ليه؟ ليه؟ عشان بيقول لك هنا بيوفروا فرص عمل بعد التخرج. هو احنا هنتخرج؟ ما احنا بعد ما ننفجر هنتخرج من الدنيا. يا مامي يا جماعة احنا جايين هنا مكان أكاديمي علشان نتعلم الإرهاب. قدامكم اهو وقر الإرهابي النموذجي. انا مش عارف ايه اللي خلاني اتواك واجي معاكم اكاديميه الارهاب. كان نفسي اروح اكاديميه امينه شلبايه اتعلم التجميل والموضه. يا وكسة امك فيك يالا. بقول لكم ايه، احنا مش هنبقى ارهابيين بجد يا جماعه، احنا بس هنقول لهم ان احنا فدائيين مؤمنين بالقضيه الشويتين دول، واول ما يكلفونا باي عمليه هناخد القرشين ونخلع. وبخصوص موضوع الهروب ده انا عندي فكره جديده ما اتعملتش قبل كده. ايه؟ احنا نحلق دقنا دي نعملها دوجلاس ونطلع على مطروح. دي جديده ها؟ محدش عملها. طب بقول لك ايه، سيبك بقى من موضوع الهروب ده، ها؟ اهم حاجه اللي اتفقنا عليه امبارح يا جماعه، غيرنا اسامينا زي ما اتفقنا. ها؟ كل واحد كده عامل له شخصيه وطريقه بيتكلم بيها، تحكي عن تاريخك في الارهاب، عمليات جامده عملتها. انا عايز الامير يحبنا ويحترمنا. بخصوص موضوع الاسامي ده بالذات اطمن. بس بقول لك ايه، ما تعملش زي الواد المايع ده. ليه عمل ايه؟ امبارح هقول له اسم توتو ده هيودينا في داهيه، شوف لك اسم كده راجل ناشف يخوف. اساله الصبح يقول لي هبقى توتو الشرير. يبقى لو انتوا مخنوقين مني والله العظيم اكل شيبسي بالشطه واموت نفسي دلوقتي. يا ريت. احنا هنقتلك بعدين ما تقلقش، اصبر على رزقك. يا جماعة لازم دلوقتي تحسوا ان انتوا ارهابيين، كل واحد مننا هيبقى ارهابي. ارهابي؟ ارهابي 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 ارهابي. افدي الخليه الارهابيه دمائي اموت اعيش. اموت اعيش واشرب حشيش. اموت اعيش واشرب حشيش وكفايه اشوف قنبله بتنفجر قدامي قدامي. قنبله بتنفجر قدامي. ارهابي 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 ارهابي. يلا انتوا اقعدوا هناك كده يا ابو معروف عامل ايه؟ احنا جينا في الميعاد اهو. طب كويس ان انتوا جيتوا، اقعدوا بقى على جنب كده. استنى نشوف التليفون مين معاه على التليفون. استنى. الو، انت مين؟ انت بن لادن؟ انتوا ارهابيين بقى وقاعدين مع بعض وبتروشوا عليا على الصبح؟ انت مش مت؟ انت اسمك على اسمه. طيب ايه؟ جبتوا الفلوس والتمويل جاي؟ والله العظيم. طب قولوا وحياة صفيناس كده. اطلب منكم طلب، لما تخلوني افجر نفسي خلوني افجر نفسي في صفيناس. عشان حاجتين، الاولى ان انا نفسي اشوفها، التانية ان انا لو فجرتها هخش الجنة حتف. عشان دي مدمره الجيل كله. دي مدمراني انا شخصيا، انا مش عارف اقف بسببها والله. طب تمام، ومين اللي هيجيب الفلوس؟ تمام. طب وكلمة السر ايه؟ سر مش عايزين تقولوا لي؟ طب انا هفهم منين يعني؟ اللي هيجي ده افهمه ازاي؟ طب تمام ماشي. يلا يلا ربنا ينتقم منكم. يلا سلام باي باي. طب الحمد لله. يا ريت كل حاجه. مين اللي بيرزع على الباب كده؟ يا عم احنا ضيوفك، شوف انت. يلا شوف انا. انت مين اللي بيرزع كده؟ افتح يا شيخ. ولا ترزعش كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده ايه التلاجة اللي دخلت علينا دي؟ انت في كنز جوه؟ في كنزات؟ كنزات ايه؟ انت ايه يابا؟ انت مين؟ انا المدعو ابو عيشه. ايه ده؟ انت الشاب خالد؟ يا ابو عيشه. لا عيشه عيشه ايه كنت مو عيشه دون بابا اري بس يا والمصحف ماله؟ يا عم سيبنا اتبسط شويه يا عم، هو كله هم كده. طب انت مين؟ ابو عيشه مين؟ ابو عيشه ورحاب ورباب، شويه اطفال كده. انت اطفال؟ انت متجوز؟ لا.
امال انت يا ابو عيشه ازاي؟ احنا عندنا في الجماعه لازم كل واحد يسمي نفسه ابو حاجه. في اللي بيختار ابو عيشه، في اللي بيختار ابو الفتوح، في اللي بيختار ابو اسماعيل. انت تحب تبقى ابو ايه؟ انا ابو معروف. ابو معروف مين؟ انا ما اعرفكش. انت ما تعرفنيش؟ لا. انت بس خش على جوجل واكتب محمد صلاح، شوف هيطلع لك مين. مش انا معروف. انت تعرف حماده زقله؟ حماده زقله مين؟ تعرف عبده البقره؟ بقره انت بتروح التعاون؟ تعاون ايه؟ يبقى انت ما تعرفش. اقعد يا عم على استنى يابا، انت كلمه السر ايه؟ انا ارهابي انا. يا دي السعد يا دي الهنا. تمام. لو سالتك انت ارهابي تقول لي ايه؟ اقول لك ارهابي وابن ارهابي والارهاب الله عليك. الله عليك يا شيخ. اهلا وسهلا. طب اتفضل اقعد، الامير هيجي. دي الفلوس؟ كله تمام يا الامير دلوقتي عشان نتعرف عليكم بقى، عشان انا ما اعرفكمش. معاك المجاهد سحلب ابو فتله. ايه ده؟ انت تعرف المجاهد سكر بره؟ ده احنا متقلبين سوا يا جدع. انت مسلم لي عليه بقى. اخوك وحبيبك المجاهد ابو العربي. السلام عليكم. عليكم. المجاهد ابو شمسة. المجاهد ابو زعبه. منورنا والله العظيم. بعدين في التليفون ده انا خلاص كده. الو. الو. مين معايا؟ انا وزير الداخليه. انت كمال الشناوي؟ ايوه انا وزير الداخليه كمال الشناوي. طب انت عايز مني انا ايه؟ اسمع يا ابني، اسمع. ايوه. انا عاوزكوا تسيبوا الوكر ده فورا. نسيب الوكر ليه؟ انت مجنون؟ ده انا ارمي عليك انابيب من المجمع عندنا فرتك لك الدنيا ده. يابا مجمع ايه؟ احنا في وكر تافه، ركز. ايوه عايز ايه بقى؟ انا مش عايزكوا تفكروا اي حاجه. اسمع يا ابني، انا هعمل لكم اللي انتوا عايزينه. طلباتكم ايه؟ احنا عندنا مطالب وعايزين ننفذها. انت مطالبك ايه؟ انا نفسي في شقه. انا نفسي في عربيه. وانا نفسي في فسبه. وانا نفسي القى نفسي واد حبيبي وبيه. والله انا عسل. اهدى. هتودينا في داهيه يا ابو معروف. بس يا عم اقعد بس بالثلاجه اللي انت جايبنا لنا بيها دي. الو. اسمعني كويس يا ابو معروف. ايوه. انت عرفت اسمي منين؟ ما انت فاتح لي سبيكر يا غبي. طب انت سمعت المطالب؟ انا سمعت المطالب. مطالبكم ديت انا مش هنفذ منها حاجه ابدا. ليه؟ انتوا اخركم معايا وجبات من ماكدونالدز. عارف ليه؟ ليه؟ عشان انا احبه. طب انا مش بحبه. ما بحبوش انا ماكدونالدز ده خالص. كله عافيه يعني. يا اخوانا، الوزير مش عايز ينفذ لنا مطالب وبيقول لنا اخبطوا دماغكم في بعضيكم. اثبت على موقفك يا ابو معروف. احنا لو مشينا ورا الحكومه هترسى على فول وطعميه. في اوروبا والدول المتقدمه بيقولوا الحكومه كده عيب. استر علينا يا رب. ان الاراده الحقيقيه هي اراده الناس، اراده الشعب. انا عايزكم تعبروا عن ارادتكم بنفسكم. الشبابيك مفتوحه والحكومه كلها تحت. الارهاب لا نخلي عيشكوا باب. 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 الارهاب لا نخلي. ايه؟ السلام عليكم. ايه الاخبار؟ الحمد لله. الناس جم؟ الناس يا هم دول اللي هيفجروا نفسهم؟ هم دول. هيسمعوا الكلام من غير مناقشه؟ دول فرقات. فجروا في اي حته يروحوا يفجروا؟ يلا في داهيه. ضامنهم الناس دي؟ في رقبتي يا امير. والله قلقان من رقبتك. لا الراجل ده الامير ابو امير اللي هو انا فاهمهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يلا انا عايز دول هم ضامنهم دول؟ دول عشان بيحبوك بيعملوا نفس حركاتك. فيهم حد فجر نفسه قبل كده؟ طبعا يا امير، الشاب ده فجر نفسه مرتين. ده فجر نفسه؟ فعلا شبه الفارغ فعلا.
طب انتوا وانتوا جايين كان في حد مراقبكم؟ ايه ده؟ عرف ازاي؟ امير وافكاره اميره. انت ذكي جدا. والله انا حبيته من اول ما شفته. عربيتين امن مركزي ورانا لحد ما جينا هنا والله. ما طبعا لابسين لبس فرنجة لكن سايبين دقونكم يا اغبياء. عندك حق. دي كانت بتشوكني موت. هي اصلا بأستي. ثانية، وايه الارهاب اللي هناك ده؟ هيشبهنا الارهابي ده؟ لا ايه؟ ده منهم؟ انت في رقبتي ده؟ ماشي. دي المتفجرات الكتير اللي انت لابسها، انت جاي تفرتكنا ولا ايه؟ يا ابني ما الحزام الناسف قبل ما اديه لحد ينسف بيه نفسه لازم اجربه، لو ما اتنسفش ما ادوش لحد، لو اتنسف اديه لحد، ما هو لازم اجرب يا ابني. عزيمه يا مصر. امال ايه؟ 100 100. امال ايه؟ عايز حاجه تاني؟ والقفل ده بقى انت مقفله ليه؟ ما القفل ده بقى اهم حاجه، القفل ده يا اولاد عشان تجبروا نفسكم ان انتوا تفجروا نفسكم، زي اسمه ايه؟ عمر المختار. عمر المختار كان الجيش اللي معاه بيربطوا نفسهم بسلاسل مربوطه في الارض، ليه؟ عشان لما العدو يدخل يقتلهم على طول، ما يقاوموش، يجبروا نفسهم ان هم يقعدوا. عشان كده الحاجات دي كلها. وبعدين ايه؟ القفل ده لعلمك ليه مفتاح. امال ايه؟ القفل ليه مفتاح. يا سبحان الله. انت جاي الدنيا جديد ولا ايه؟ اول مره تعرف ان القفل بيبقى له مفتاح؟ ده عجب، انا بشوف عجب هنا. لا القفل ليه مفتاح. يا امال ايه؟ طيب اهو ده المفتاح بتاعه، بحيث بقى بعد ما انت بتعمل كده تقفل القفل ترمي المفتاح على طول. يلا مش مهم. وتقوم مفجر نفسك بقى على طول. معلش بس يا امير، ايه الزرار اللي انا دوست عليه ده؟ انت دوست عليه؟ ايه؟ ده اللي بيفجر. المفتاح بسرعه، المفتاح بسرعه. تعالى ابو معروف، تعالى ما يجراش حاجه، معاه مفتاح تاني، خد اهو، خد المفتاح ده، روح عند الراجل خليه يطلع علينا نسختين بتاع المفاتيح. بس ما تخلوش بقى يضحك عليك يقول لك خد الميداليه دي ويبيعها لك وبتاع. ايوه خلاص؟ طيب بسرعه. ولا اقول لك هو الراجل عارف شكله. ايه ده؟ انت هتفجرنا بالطريقه دي؟ نعم هتفجرنا. انا افجركم؟ بالطريقه دي. استنى في واحد. عمو هو انت كنت موصل المفجر؟ المفجر نفسه لا ما كنتش موصله. غريبه، امال فاتوره الكهرباء بتيجي غاليه ليه؟ يبقى كده مش هينفجر المفجر مش هينفجر. الواد ده صح برغم ان هو مش صح لكن شكله صح. ابو زعبل سجن القناطر اخرك يا ابني. ابو زعبل ايه؟ حد يفك معاه البتاع ده. قلنا بقى ابو تعالى يا ابو. انت قلت ايه؟ فاتوره الكهرباء ايه؟ ماشي. بالراحه يا ابو نسر. بالراحه. ثانيه واحده لان احنا لسه ما انتهيناش. لسه الديناميت ده لازم الاول لازم نفضي كل اللي فيه. صح. عشان الديناميت ده لو ما فضيناش اللي فيه ممكن ينفجر. ما تخافوش، كل واحد ياخد ساتر. ايه ده؟ هات اي حاجه اقعد عليها بسرعه. هي برضو ماشي. ريتني كنت معاهم. ما يا ابني ما هم هنا، روح اقف معاهم، ايه المشكله يعني؟ الحمد لله حولنا الديناميت كله لعسليه. اضرب يلا، اضرب. وحوش. ارهاب في البر، ارهاب في البحر، ارهاب في الجو، عسليه. ايوه. يا تروما
يا الحمد لله الحمد لله. لا مؤاخذة أنا عم العمير، إحنا سمعنا إن أنت جمعنا عشان عملية. جماعكم عشان عملية إرهابية ضخمة، كل واحد فيكم هيلبس مفجر وهيروح يفجر نفسه في المكان اللي أنا هقول له عليه، عشان عندنا أهداف نبيلة، بس نبيلة نفسها مش عارفة، ولازم يكون كل واحد شايف نفسه إنه يقدر على المهمة دي، خلاص؟ العملية دي بقى ضرب خرطوش؟ تمام كده. نعم. العملية دي ضرب خرطوش؟ لا ضرب خرطوش ده شغل بتاع زمان. يبقى قتل متظاهرين واطفال وكده. لا ده شغل بتاع ناس ما عندهاش ضمير. شوية زيت زيتون على منزل الدعير الزحاليق كله. ده شغل الشيف شربيني. زيت زيتون ايه؟ احنا بنتكلم في متفجرات، ناس هيفجروا في نفسهم وفي كل الناس اللي ما لهمش ذنب اللي حواليهم. امال ايه غلبتنا يا كابتن؟ كابتن؟ الامير ابو امير يتقال له يا كابتن؟ ايه العيال دي؟ العيال دي والله كويسين، دي في رقبتي انا عارف. انا قلقان من رقبتك ده يا ابو معروف، مش هينفعوني. بيقول لي يا كابتن. والله العظيم انا اصلا نسيت اقول له، ما كانش عندي وقت اقول له انت مين. ما عرفتهمش انا مين؟ ما نسيت، ما فيش وقت. كان عندك ايه؟ كنت باخد كورسات. كورسات ايه؟ كورسات ارهاب. بره عني هنا. ما انت من الفضل يا امير. ما انت مش فاهم يا ابني. ما انت مش فاهم، انت غبي، انت غبي. عايزين نحاول نفهم اهو. حاضر ماشي. عموما انا هشرح لكم كل واحد هيعمل ايه بالظبط، بس الاول لازم نتعرف على كل واحد وايه اللي عمله قبل كده. جرى يا ابو البنات، انت جايبنا عشان نتهزق ولا ايه؟ انت جاي تجل مننا ولا ايه؟ يلا بينا يا رجاله. قبه. اقف يالا انت وهو يالا. وهدخل وكر الارهاب زي خروج ولا ايه؟ كل واحد يعرفني بنفسه واللي عمله قبل كده من سكات. ازاي يعني يعرفك بنفسه وازاي من سكات يا امير؟ انت صح، انت صح. مين ده؟ ده ابو عيشه اللي جاب الفلوس. ده اللي جاب التمويل؟ هو اللي بيمول الارهاب. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الامير؟ الامير. كلمة السر؟ انا ارهابي، ارهابي انا، يا دي السعد يا دي الهنا. لو سألتك انت ارهابي تقول لي ايه؟ اقول لك ارهابي ابن ارهابي، وكل ارهابي الله عليه. انت الامير. طبعا. الفلوس موجودة يا امير. الفلوس موجودة؟ كله تمام. واخبار بلدكم الصغيرة اللي مدوخة العالم كله ايه؟ كويسة الحمد لله. كويس. يا سلام، انتوا اللي بتمولونا. ده احنا بص ابعتوا واحنا نقطع على طول. ماشي يا امير. ماشي. ها انا جاهز احكي على تاريخي يا كبير. اتفضل قول لي. انا بقى بعد اذنك عملت كل حاجه ترضي ربنا، حرقت كل نوادي الفيديو اللي في البلد وما سكتش الا لما نزلت قدامي اطلال. اشمعنى اطلال؟ عشان الاطلال احباب الله. والله ارهابي لذيذ. يا ابو ربيع. ابو ربيع. ابو ربيع ايه ازاي؟ ابو معروف. ابو معروف. ايه بيقول لك الاطلال احباب الله، هتوصل لكده يعني؟ لا عايشه، اصل دول ارهابيين في عمرهم صغير. فيقولوا اللي هم عايزينه يعني؟ كده كده هيموتوا بعد شويه، فسيبهم يتبسطوا لهم حبه في الحياه يعني. ماشي. يلا. اتفضل. معلش يا امير معلش، اصل ابو العربي دماغه لا مؤاخذه مريحاه حبتين. وانت دماغك سليمه بقى. انا دماغي سليمه وتاريخ وبطولاتي يشهدوا علي ان شاء الله. اتفضل قول لي تاريخ. انا بفضل الله تعالى فجرت نفسي 3 مرات. حلو ده. فجرت نفسك 3 مرات؟ نعم، مره في افغانستان ومره في العراق ومره في امريكا، والثلاثه في نفس الوقت. لا ثانية واحدة، عديت لك انك فجرت نفسك 3 مرات، الثلاثة في نفس الوقت ازاي؟ اقول لك انا الاول رحت افغانستان لبست الحزام، رحت على العراق حطيت صوابع الديناميت، رحت على امريكا جبت ريموت الكنترول، جيت هنا مصر برنس ماسك ريموت الكنترول قدام التلفزيون، وقاعد اقلب التلفزيون، الحياه والحياه الزرقاء والحياه الحمراء، كل القنوات والله. برنس. ده ايه ده؟ ده زي ايه ده؟ ده عبقري ما شاء الله. عبقري ايه؟ ده وهمنا دلوقتي. ده مجنون. ده العقل اللي فيهم؟ ده في رقبتي. اتفضل. اتفضل. انا مش هتكلم عن نفسي كتير، كفايه بس اني اقول لك اني قعدت 17 سنه في السجون والمعتقلات. 17 سنة الظلمة. الظلمة، انت تستحمل يا ابني اسبوعين؟ قعدت ليه 17 سنة؟ ما انا مش عارف بقى، انا لو اعرف السبب والله العظيم هرتاح، بس ما عرفتش. 17 سنة حبسوه ظلم 17 سنة وما تعرفش السبب كمان. هو كان في سبب بس انا ما فهمتوش. ليه؟ ما بعرفش اتكلم الماني، ما بفهمش الالماني. انت كنت محبوس في المانيا؟ كنت مش باين عليا. وانت ايه اللي وداك المانيا؟ انا كنت رايح اتعلم الماني. واتعلمت الماني؟
لا ما اتعلمتش بقى، ما انا قعدت 17 سنه مسجون، هتعلم فين بقى وامتى وازاي؟ تعلم فين ايه؟ كل اللي حواليك الماني يا ابني، ما تعلمش منهم ولا كلمه. ايه؟ كل اللي حواليا كانوا بيتكلموا الماني؟ يعني اللغه الغريبه اللي كانوا بيتكلموها دي كانت الماني؟ مالك؟ رجلي الماني. الواد ده مايع بس لذيذ. رجلي الماني. ايه؟ دي العيال ده اصل عمرها صغير والله. هيموتوا بس يبسط لهم حبه في الحياه. ماشي. يلا ابدي اللي عنده حاجه يقولها. عموما انا كده عرفت ايه يعني انتوا ايه تاريخكم وايه العمليات اللي عملتوها. دلوقتي بقى هيجي دوري ان انا اقول لكم على الخطه اللي انتوا هتعملوها. بس انا لسه ما قلتش على تاريخي. لا معلش عايز خلاص. لا انا عايز اقول تاريخي يا كوسه حتى في الارهابيين. تاريخك باين عليك يا ابني، كفايه. لا هقول تاريخي يا ابني مش محتاج اسمع تاريخك خلاص. على الطلاق بالثلاثه لو قلت تاريخي ودلوقتي. اتفضل قول تاريخك. ولد المجاهد سحلب أبو فتلة سنة 1990. أول من استخدم البزازة كمولوتوف كان يتميز بالطائفية والعصبية. كان يقرأ أنت هتحكي لي من 1990؟ 20 سنة هيعدوا هوا. اصبر بس هقولهم لك. خش على المفيد. المفيد سنة 1995 أقلعت عن ارتداء البامبرز، ومن هنا ابتدت حياتي العنيفة. ومن هنا 5 سنين بتلبس بامبرز؟ اقعد يا اسطى اقعد. طالما بتتريق علينا قول لنا تاريخك أنت يا عم الأمير. تاريخ أنا؟ ايه انت بتضحك على ايه؟ عظمه يعني. انا بقول تمهيد لحاجه هقولها. ما انا بمهد معاك. طيب هقول انا وانت خش ورايا. ربنا يستر. تاريخي عارفين البرجين اللي اتفجروا في امريكا؟ بعديهم في شارع شمال كده واخد بالك؟ بتخش فيه بتلاقي اخر الشارع واحد بتاع رز بلبن. بس هناك بيسموه رايس اند ميلك. وبيبقى فيه فوق الوش شويه ناتس. ايه الناتس دي؟ والله ما اعرف يعني ايه. بعديه بقى بتلاقي في واحد كان جايب عربيه 4x4 ده كان صاحبي بس ايه مش رشه دواخل. بقول لك يا امير صاحبك وعربيه المساله عواقات. انا ما حكيتلكوش على صاحبي؟ لا. بص الموضوع ده هيطول شرحه. انتوا روحوا فجروا نفسكم وبعدين لما ترجعوا ان شاء الله بقى اقول لكم. لا انا اسمعها دلوقتي. سؤال بس يا امير، هو مش اللي فجر البرجين كان اسامه بن لادن؟ لا هو بن لادن فجر بس ما نفذش. فجر بس ما نفذش. ورجلي الماني ما اصل انا عمري صغير زي الناس دي والله. احنا جايين نفجر مش نقلش يعني. هنموت اصلي بعد شويه فيلا. ماشي. حضرتك عايز حاجه؟ عايزين نسمع الحكايه دلوقتي. لا انا الحكايه هحكيها لكم بعدين عشان هنضيع وقت. مش هنفجر نفسنا إلا لما نسمع الحكايه دلوقتي. يلا بقى. هحكي لكم بعدين نخلص. يلا بقى. هنخلص بعدين يعني والله خساره فيهم يفجروا نفسهم العيال دي. عموما انا هحكي لكم على كل حاجه بس الاول اقول لكم ازاي تعملوا المتفجرات. هبتدي معاكم الاول بالمولوتوف وبعد كده اخش مع مرحله القنابل اليدويه والقنابل البدائيه وبعد كده نخش على الحزمه الناسفه بقى. ماشي؟ يلا هشرح لكم دلوقتي كيفيه عمل المولوتوف. المولوتوف الاول بتجيب ازازه بيره بتكون مشبره ولازم تكون مشبره. جيبوها لي اشربها وبعدين نملاها احنا بقى. هنحط بنزين. انت بتشرب ايه؟ ده المولوتوف يالا. ده اي حاجه بتشربها. ما مش عارف. ايه امسك نفسك امسك نفسك. طب هموت. لا مش هتموت. ده اصلا عمرك صغير يعني. دلوقتي ادي ازازه المولوتوف. هنجيب ثانيه واحده معايا اتصال نقول الو. الو سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم سي الامير لو سمح؟ انا الامير. انت مين؟ انا ام ايمن. والله العظيم ده انا بحبك انا وجوزي والعيال. يولع جوزك والعيال. المهم انت ده انت اغلى عندي منهم كلهم. ربنا يخليكي. عايزه تساليني في ايه يا ام ايمن؟ معلش انا كانت فاتتني الحلقه بتاعت القنبله البدائيه وعايزه اعرف هي بتتعمل ازاي. القنبله الابتدائيه اعملها لك انا ما تقلقيش. عايزه تسالي في حاجه تاني؟ كان عندي استفسار. دلوقتي لو عايزه اعمل قنبله اكبر عشان افجر ام فاروق جارتي اعمل ايه؟ تفجري ام فاروق جارتك؟ هي ام فاروق دي تخينه؟ دي قنبله بس ولعه وتحتيها ولعه على طول. وانا جاي لك انا يا ام ايمن. مع السلامه يا ام ايمن. مع السلامه.
دلوقتي طريقه عمل المولوتوف سهل. ايوه اتفضل. هو ممكن بدل ازازه البيره ممكن نجيب ازازه برفيوم؟ برفيوم؟ يس. برفيوم ده لو رايح تفجر سيتي ستارز يا. المهم بعد ما عرفنا افتح شوف مين. مين اللي بيرزع على الباب ده كده؟ شوف مين. مين؟ انت بتسالني انا؟ مش انت عارف كل حاجه؟ لا روح الناحيه الثانيه يعني. بص اهو عديني بقى وروح، عديني وروح. ده ليه؟ ده عشان كده اهو. مين؟ افتح يا عم، انا الدليفري. ده واحد بيقول لي انا دريفري. بيقول لك انت دريفري؟ بيقول لي انا دريفري. يا نهار اسود. ده انا هنفخ له وشه. روح شوف. تعالى. اوعى يا عم نزل ايدك. سلام عليكم. وعليكم السلام. نزل ايدك دي اهو، اوعى ايدك واليونيفورم يا عم. احنا خلصنا من دريفري اما توري يونيفورم. انت عارف اصلا يعني ايه يونيفورم؟ اقعد يا انت مين يا ابني ما تنرفزونيش كده يا انت، هتكفيني على وشي يالا، ما تنرفزنيش عليك يا ابني. في ايه؟ يا جدعان في ايه يا جدعان؟ انتوا بتزوني كده ليه؟ ايه يا عم في ايه؟ ما تزونيش. يا عم انت مين يا؟ ما نجيب مضارب بقى ونلعب بقى. مين ده؟ مين ده ابو معروف؟ انت مين؟ ابو شقره. ايه ده؟ ابو شقره ازاي يعني ايه؟ يعني بنته شعرها اصفر، ابو شقره. بنته دي يا ابني في ايه؟ ما تنرفزنيش عليه. هو انت تعبان في دماغه ولا ايه؟ هو انت اللي بتزقني وانا بكلم يا ابني ما تنرفزناش. موتني وربنا. ايه بتقول ايه؟ انت عايز تضربني؟ انت كنت بتبرطم بتقول حاجه؟ انت عايز تضربني؟ ما انت كنت هتكفيني على وشي وانا جاي. يرضيك كده؟ يرضيك كده؟ يرضيني. يرضيني. انت جاي عايز ايه؟ ما انتوا عشان زمايل؟ عشان زمايل. انت جاي عايز ايه؟ جايب لكم كباب. مش انتوا برضه طالبين 9 كيلو كباب؟ لا يا عم احنا مش بنحبه. مش بنحبه ايه؟ مش بنحب حد يسمع كلمه كباب ويقول مش ها؟ ابو معروف جننت في دماغك ولا ايه؟ فعلا ناس ليها كباب وناس ليها الضرب بالشبشب والقباب. يا ابني ما تنرفزنيش عليه. والله ناس ليها الجزمه بس انا مش عايز اضربك بيها. تعال سيبه دلوقتي. ترن ده حاطط التليفون الارضي في جيبه. ده عشان صحابه كده. ايه يا جدعان؟ ايه يا جدعان ما تصلوا على النبي كده في ايه؟ يا عم ساعة عشان معايا التليفون. الو. الو. مين معايا؟ انا وزير الداخليه. ده انت بقيت صاحبي بقى. يبقى فاضي اكلم مين؟ اكلم ابو معروف بقى نرغي معاه. انت ايه ما انت عندك شغل في الوزاره؟ روح يابا عشان هنيجي نفجركوا بعد شويه والله. عايز ايه؟ اسمعني كويس يا ابو معروف. ما انا سامعك يا عم. عايز مني ايه؟ الكباب وصل اهو. والسلطات وصلت. ما اكيد جوه. ادفع بقى الحساب. قال لك ايه؟ قال لي ادفع انت بقى الحساب. ده مين؟ ده كمال الشناوي. خلاص ادفع انت بقى. ادفع انت. هو انت بتجيب لي ناس يا؟ ولا وتطلبني ناس عشان يضربوني؟ يا ابني هموتك يا ابني. معاك دقيقه 010. نعم. دقيقه 010. بص مالكش دعوه بيه ومالكش دعوه بيا واتكل على الله يا ابني. اتكل على الله ليه؟ انا جبت الكباب في المكان الصح ولا في المكان الغلط؟ في المكان الصح. ليه بتسال؟ عشان انا نحس. انت نحس؟ ده انا كنت مفكر نفسي نحس يا جدعان، بس الحمد لله جبت الكباب في المكان الصح. الحمد لله. ايه ده؟ اول مره اشوف صابع ديناميت ماشي بيتكلم عادي كده. سبحان الله. شكله يعني انت على طول نحس كده كل مكان بتروحه بيطلع غلط؟ يا استاذ. ليه ايه اللي حصل؟ مره كنت رايح عشان اوصل اوردر، فبخبط على شقه لقيتها والعياذ بالله شقه مشبوهه. قلت الحمد لله ساعه الحظ ما بتتعوضش. لسه هخش طبت عليا مباحث الاداب. طبعا اتنكرت في شكل مله سرير. ده انا لذيذ قوي. لا نزلت ملفوف في ملايه. ايه؟ نزلت ملفوف في ملايه. نزلت ملفوف في نص ملايه بقى. شفت نحس كيس اكتر مخده. لا في نحس اكتر من كده. ايه فين النحس اللي اكتر من كده؟ ايه تاني حصل لك؟ رحت في مره عشان اوصل اوردر، ببص لقيته راجل مخدرات. ببص راجل مخدرات؟ الراجل اللي هو بيبيع الحاجات